فيلمنا النهارده بيبدأ في غابة بعيدة، وفي الغابة دي بنشوف جمرة صغيرة وهي بتتدحرج على الصخور، وبتفضل الجمرة تتحرك من مكان للتاني لحد ما بتخبط في زهرة وبتطير من عليها ذرة من الغبار، وبتفضل ذرة الغبار دي طايرة في الهواء وبتتنقل من مكان لمكان. ومن الناحية التانية بنروح لفيل ضخم اسمه هورتن، وبنشوفه وهو بينط في البحيرة، واللي بيكون باين عليه انه سعيد جدا بالمية. وفجأة بتعدي ذرة الغبار من جنبه، وساعتها بيسمع هورتن صوت صريخ خارج منها ولكنه ما بيهتمش. وفجأة بيجوا الحيوانات الصغيرة وبيركبوا على ظهره علشان يفرجهم على الغابة. ولما بيجي هورتن يتكلم مع مجموعة من الحشرات اللي على شكل أوراق شجر، بيتجمعوا الحشرات كلهم حواليه وبيخوفوه، وفعلا بيترعب هورتن جدا وبالغلط بيسحب واحدة منهم بالزلومة بتاعته، فبيساعدوه الحيوانات الصغيرة علشان يخرج الحشرة اللي هو سحبها. ومن ناحية تانية بنشوف زعيمة الغابة اللي اسمها كنجارو، واللي بيبان عليها انها مغرورة ومتكبرة جدا. وبمجرد ما بتوصل كنجارو لمكان هورتن والحيوانات الصغيرة، بتطلب من ابنها اللي اسمه رودي انه ما يتصرفش زيهم ابدا. وفي الوقت ده بيكون هورتن قدر انه يخرج الحشرة من الزلومة بتاعته بمساعدة الحيوانات الصغيرة، ولكن فجأة بيجي واحد منهم وبياكلها. وفي الوقت ده بتعدي ذرة الغبار من قدام هورتن، واللي بيسمع صوت صريخ خارج منها مرة تانية. وفي اللحظة دي هورتن بيدرك ان في حد حجمه صغير جدا موجود على ذرة الغبار دي، وبيروح هورتن يجري وراها وبيحاول انه يمسكها، وبيدخل لمنطقة القرود بالغلط وبيخبطهم وبيطيرهم في الهواء. فبيتعصب زعيم القرود وبيستخدم دراعاته كمدفع للموز وبيهاجم هورتن. وبالرغم من هجوم القرود بيفضل هورتن يجري ورا ذرة الغبار، وبيروح بسرعة يمسك زهرة برسيم وبيلحق ذرة الغبار قبل ما تقع في البحيرة. وبمجرد ما هورتن بيخرج من البحيرة، بتجيله كنجارو وبتفضل تلومه على الفوضى اللي هو سببها في الغابة، فبيعتذر لها هورتن وبيقول لها ان هو كان مضطر يعمل كده علشان ينقذ ذرة الغبار، وده لانه سمع صوت شخص خارج منها. فبتتريق كنجارو عليه وبتقول له ان مفيش اي حاجة موجودة على ذرة الغبار، وده لان مفيش اي كائنات حجمها صغير قوي كده. فبيقول لها هورتن ان هم اللي ممكن يكونوا حجمهم كبير، او انهم ممكن يكون حجمهم صغير وعايشين على ذرة بالنسبة لحد تاني. فبتتعصب كنجارو اكتر وبتقول له انها مش سامعة اي صوت خارج من ذرة الغبار دي، وانها كمان مش شايفة اي كائن عايش عليها. وبتطلب منه ما يقولش الخرافات دي للحيوانات الصغيرة، وده لانه ممكن يأثر على تفكيرهم. وبتفهمه ان لو هو خالف كلامها هتطرده بره الغابة، وبتسيبه وبتمشي. وبالرغم من كل ده بيكون هورتن متأكد انه سمع صوت خارج من ذرة الغبار، وبيحاول هورتن انه يتكلم معاها. وبمجرد ما بيصرخ بصوت عالي بتخترق موجات الصوت ذرة الغبار، وبتعدي من السحب وبتوصل فعلا لمدينة غريبة موجودة على ذرة الغبار. وبتفضل موجات الصوت ماشية في أنبوب من الأنابيب لحد ما بتكسرها، وساعتها بنكتشف ان فعلا في كائنات عايشين على ذرة الغبار، وبيبان على الكائنات دول انهم متطورين ومنظمين جدا. وبنعرف وقتها ان اسمهم الهو، واللي للأسف ما بيكونوش عارفين ان المدينة بتاعتهم عبارة عن ذرة من الغبار. وفي الوقت ده بنشوف عمدة المدينة اللي اسمه نيد، وبنعرف انه عايش هو وزوجته اللي اسمها سالي، وانهم مخلفين 96 بنت وعندهم ولد واحد بس واسمه جوجو. وبالرغم من كده بيفضل نيد هو وسالي يتكلموا مع كل بنت من بناتهم وبيحلوا لهم مشاكلهم. ولما نيد بيلاحظ ان ابنه جوجو متضايق، بيحاول انه يتكلم معاه، وده علشان يفهم هو متضايق من ايه. ولكن جوجو ما بيكونش مهتم بكلام والده وبيسيبه وبيمشي. فبيروح نيد وراه وبيفرجوا على صور اجداده، وبيعرفوا ان هو اللي هيكون عمدة المدينة في المستقبل. وساعتها بيبان على جوجو انه مش مهتم بالفكرة وبيسيب والده وبيمشي. وفجأة نيد بيحس بهزة أرضية وبيكون مستغرب جدا من اللي حصل. ومن ناحية تانية بنرجع لهورتن وبنشوفه وهو قاعد مع صديقه الفار وبيحكي له على كل اللي حصل. فبيستغرب الفار من كلام هورتن وكمان ما بيكونش مصدقه، وبيطلب منه انه ما يقولش الكلام ده قدام حد وبيسيبه وبيمشي. وفجأة بيجوا الحيوانات الصغيرة لهورتن وبيسألوه عن زهرة البرسيم اللي هو مخبيها ورا ودنه. فبيتوتر هورتن وبيقول لهم ان هو هيحكي لهم على سر، وفعلا بيبدأ هورتن يحكي لهم على كل اللي حصل. ومن ناحية تانية بنرجع لنيد اللي بيكون مستغرب جدا من كم الزلازل اللي بتحصل فجأة. وبعد شوية بيوصل نيد لمجلس المدينة، وهناك بيفكروا واحد من المسؤولين ان هم بيحضروا للاحتفال رقم 100 للذكرى السنوية للمدينة. ولأن نيد بيكون خايف من اللي بيحصل في المدينة، بيقترح على المسؤولين انهم يأجلوا الاحتفال، وده لأنه حاسس ان هم في خطر كبير. فبيتصدموا كل اللي موجودين من اللي نيد بيقوله. ووقتها المسؤول بيحبس نيد في إناء من الإزاز، وبيفضل يجري وراه وبيضربه، وبيقوله ان هم ما ينفعش يأجلوا الاحتفال ده، وان كل حاجة في المدينة ماشية بشكل طبيعي. وبعدها بيشيل المسؤول الإناء من على نيد، وبيفهم كل اللي موجودين ان الاحتفال ده هيتم في ميعاده. اما نيد فبيرجع تاني للمكتب بتاعه، وبيبان عليه انه قلقان جدا، وده لانه بيكون حاسس ان المدينة فعلا في خطر، وده بسبب الهزات الارضية والزلازل اللي بتحصل دي. واثناء ما نيد بيفكر في اللي بيحصل، بيرمي الدباسة بتاعته اللي بترجع تخبط فيه من تاني، وبتخليه يصرخ بصوت عالي جدا من شدة الألم. وساعتها صوته بيمشي في الأنبوب وبيعدي من السحب وبيخرج من ذرة الغبار، وبالصدفة بيسمعه هورتن وبيحاول انه يتكلم معاه. وساعتها نيد بيتخض جدا وبيطلع للبلكونة،
وما بيكونش فاهم ايه هو مصدر الصوت ده، وبيروح نيد يركب المكبر اللي معاه في الانبوب وبيفهم كلام هورتن اللي بيتفاجئ هو كمان لما بيسمع نيد وهو بيكلمه. وفي الوقت ده بيتكلم هورتن مع نيد وبيعرفه ان هم عايشين على ذره من الغبار، وان الذره دي موجوده على زهره برسيم. فبيضحك نيد وبيفضل يتريق عليه وبيقوله ان هو عايش في مدينه كبيره مش على ذره من الغبار زي ما هو بيقول. فبيستخدم هورتن ظل شجره وبيضلم المدينه، فبيتصدم نيد وبيصدق فعلا ان هم عايشين على ذره غبار. وبيسيب هورتن وبيروح للعالمه بتاعه المدينه وبيسالها ازاي يتاكدوا ان العالم بتاعهم مش عباره عن ذره من الغبار طايره في الهواء. فبتشرح له العالمه ان لو حصل تغيرات كبيره في حاله الطقس او بقى عندهم زلازل كتيره بدون سبب يبقى هم فعلا عايشين على ذره من الغبار. فبيتصدم نيد اكتر وبيرجع لهورتن من تاني وبيفهمه ان لو ذره الغبار دي فضلت تتنقل من مكان لمكان العالم بتاعهم هيتدمر، وبيترجاه انه يدور على مكان امن ومستقر علشان يحط فيه ذره الغبار دي. فبيطمنه هورتن وبيوعده انه فعلا هيعمل كده، ولكنه بمجرد ما بيشوف تصرفات الحيوانات اللي حواليه بيتخض وبيترعب جدا وبيخاف من انهم ياكلوا ذره الغبار دي من غير ما يحسوا. وبالصدفه بيشوف هورتن مكان بعيد على قمه جبل، وفي المكان ده بتكون في زهره بعيده عن اي خطر. فبيقرر هورتن انه يروح يحط ذره الغبار دي هناك، وبيوعد نيد انه هيحميهم مهما حصل. فبيشكره نيد لانه بيحاول يساعدهم، وبعدها بيبدا هورتن رحلته في اتجاه الجبل. وفجاه بيجوا الحيوانات الصغيره وبيوروا لهورتن ازهار البرسيم بتاعتهم، وبيقولوا له ان في مدن موجوده على الازهار دي هي كمان. وبيفضل كل واحد منهم يحكي له عن العالم اللي موجود على الزهره بتاعته. وفي الوقت ده بتشوفهم كنجارو وبتتعصب جدا وبتاخد زهره البرسيم من ابنها رودي وبتدمرها. وبتروح بعدها لهورتن والحيوانات الصغيره واللي بمجرد ما بيشوفوها بيخافوا جدا وبيجروا بسرعه. وبتفضل كنجارو تزعق مع هورتن وبتطلب منه يديها زهره البرسيم، ولكن هورتن بيرفض انه يديها لها. فبتتضايق كنجارو اكتر وبتقرب من هورتن اللي بيبان عليه انه خايف جدا ومرعوب منها. ووقتها بنشوف القرود اللي بيفضلوا يتفرجوا عليهم من بعيد وبيكونوا متحمسين جدا للي هيحصل. وبالرغم من كده بيصمم هورتن انه ما يديش زهره البرسيم لكنجارو، وبيفهمها ان في مدينه كامله موجوده على ذره الغبار، وان الذره دي موجوده على زهره البرسيم، وان في كائنات كتير عايشين في المدينه دي، وان هو وعدهم انه هيحميهم. وبيسيبها وبيمشي. فبتستغل كنجارو اللي حصل وبتقول للقرود ان هورتن بقى فيه المجنون وانه ممكن يأثر على اولادهم وعلى مستقبل الغابه كلها. ومن ناحيه تانية بيكمل هورتن طريقه في اتجاه الجبل، واللي بيتصدم لما بيعرف انه لازم يعدي من على الجسر الخشبي، وده علشان يقدر انه يوصل للجبل في اسرع وقت. وساعتها بيبان على هورتن انه خايف ومرعوب من الجسر، وده لان بيكون قديم ومتهالك جدا وممكن يتدمر في اي لحظه. وبالرغم من كده بيمشي هورتن عليه بكل هدوء وحذر علشان ما يقعش، ولكن فجاه بيتكسر لوح الخشب اللي هو واقف عليه. فبيترعب هورتن جدا لانه بقى واقف في نص الجسر، وبيترعب اكتر لما بتتكسر كل الواح الاخشاب اللي هو مشي عليها. وفي الوقت ده بتيجي لهورتن فكره مجنونه، وبيسحب هوا كتير بالزلومه بتاعته علشان يخفف من وزنه اكتر، وبيبدا انه يمشي على الجسر بسرعه. وفعلا بيقدر هورتن انه يوصل لنهايه الجسر. ومن ناحيه تانية بنشوف نيد بعد ما بيروح عند دكتور الاسنان، وبسبب الهزات الارضيه اللي بتحصل في المدينه كل شويه بيديله الدكتور حقنه البنج في دراعه بالغلط، وساعتها ما بيقدرش نيد انه يحرك دراعه بسبب مفعول حقنه البنج، واللي بيجري بسرعه وهو خايف ومرعوب لحد لما بيوصل للبيت. وهناك بيطلب من ابنه جوجو انه يشيل اي حاجه ممكن تقع من السقف، وبيسيبه وبيطلع بسرعه للدور التاني. وهناك بيخبط ايده في الحيطه لحد لما بترجع لطبيعتها من تاني. وبيتصدم نيد لما بيشوف النجفه اللي متعلقه في السقف، وبيروح بسرعه يزق السرير وبيحاول انه يشيل النجفه من مكانها. ولكن فجاه بتيجي زوجته سالي وبتهديه وبتساله هو ليه بيعمل كده. فبيسيب نيد النجفه وبيحاول انه يشرح لها اللي بيحصل. فبترد عليه زوجته وبتقول له ان دي مجرد تهيؤات لانه مرهق من الشغل، وبتطلب منه ما يحكيش الكلام ده لاي حد، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بيقف نيد على سطح البيت وبيستخدم مكبرات الصوت، وبيبدا يتكلم مع هورتن وبيساله اذا كان وصل لقمه الجبل. فبيعرفه هورتن انه وقف علشان يريح شويه، وانه هو هيكمل الطريق بمجرد شروق الشمس. وبيبدا هورتن يطمنه وبيوعده ان هم هيكونوا بخير. وفي الوقت ده بنشوف جوجو وهو بيتسلل وبيخرج من الشباك، وبيستخدم مظله بتاخده وبتوديه للجانب التاني من الجبل، وبعدها بيركب في المقلاع اللي بيرميه لفوق وبيوصله للسلم. وبيقرب جوجو من بيت مهجور على قمه الجبل وبيدخل جواه. ومن ناحيه تانية بنروح لكنجارو واللي بتكون وصلت لمكان شكله مرعب ومخيف، وبعدها بتنزل جوه نفق موجود فيه شجره كبيره. وفي النفق ده كنجارو بتقابل نسر شكله مفترس وشرير جدا، وبتبدا كنجارو تحكي له على كل اللي حصل، وبتطلب منه يسرق زهره البرسيم اللي موجوده مع هورتن ويدمرها. فبيوافق النسر على طلبها وبيسيبها وبينطلق. وفي تاني يوم بيتصدم نيد لما بيشوف المدينه كلها بعد ما بقت عباره عن جليد. وبعد شويه بتروح العالمه تقابل نيد واللي بتبدا تتكلم معاه وبتفهمه ان ده هو التغيير الجذري في الطقس. وبتستغرب وبتساله هو عرف منين ان هم عايشين على ذره من الغبار. وساعتها بيتاكد نيد من كل الشكوك اللي عنده وبيكون مصدوم جدا من اللي بيحصل. وبعد شويه بيوصل نيد للمكتب
بتاعه بينادي على هورتن وبيقول له ان الجليد غطى المدينة بتاعتهم بالكامل، فبيعرفوا هورتن ان الجليد ده كان بسبب برودة الجو في الليلة اللي فاتت، وبيستخدم هورتن نفسه بيدوب كل الجليد اللي في المدينة وبيحوله لمية. وفي الوقت ده بيترعب هورتن لما بيسمع صوت خارج من بين الأشجار، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان مصدر الصوت ده هو صديقه الفار، واللي بيجي وبيقول لهورتن ان كنجارو فهمت كل الحيوانات انه فيل مجنون وان هم لازم يطردوه من الغابة في أسرع وقت، وبيشرح له ان النسر الشرير ممكن يجي علشان يهاجمه في أي لحظة، وبيفضل الفار يترجاه انه يرمي زهرة البرسيم دي ويبعد عن المشاكل، ولكن هورتن بيرفض انه يعمل كده، وبيفهم الفار ان هو مش هيرتاح الا لما يوصل ذرة الغبار دي لقمة الجبل. فبيفقد الفار الامل في انه يقنع هورتن وبيودعه وبيسيبه وبيمشي، وساعتها بيطلب هورتن من نيد انه يستخبى تحت الارض هو وكل اهل المدينة، وده لان في نسر مفترس ممكن يهاجمهم في اي لحظة. فبيتصدم نيد لما بيسمع الكلام ده وبيتوتر جدا وما بيكونش عارف يتصرف ازاي، وفعلا بيجي النسر فجأة وبيهاجم هورتن اللي بيترعب وبيخاف وبيجري بسرعة علشان يهرب منه، وللاسف بيتأثر نيد هو وكل اهل المدينة من تحركات هورتن دي، وبيفضل هورتن يتفادى هجمات النسر وبيجري بسرعة ما بين الاشجار. وبعد مطاردة طويلة بيتفاجئ هورتن بوجود النسر اللي بيقدر انه يحاصره وبيخليه يتعلق في شجرة، وساعتها بيكونوا اهل المدينة حاسين بكل التحركات الغريبة اللي بتحصل لهم. اما النسر فبيقرب من هورتن وبيخوفه قبل ما ياخد منه زهرة البرسيم، ووقتها بينزل هورتن على الارض اللي بتكون قريبة جدا منه وبيضرب النسر بالشجرة اللي بتخبط فيه وبتطيره بعيد. وبعدها بيبدأ هورتن يتكلم مع نيد وبيفهمه ان هم في خطر كبير وان اكيد النسر ده هيرجع يهاجمه من تاني، وساعتها بيقرر نيد انه يعرف كل اهل المدينة على اللي بيحصل، وبيخرج نيد للبلكونة علشان يتكلم معاهم وبيحذرهم وبيفهمهم ان المدينة بتاعتهم في خطر وانهم لازم ينزلوا يستخبوا في المخابئ بتاعتهم اللي تحت الارض. ولكن فجأة بيجي واحد من المسؤولين وبيقاطع كلامه وبيتريق عليه وبيطمن كل اهل المدينة وبيفهمهم ان الكلام ده مش صحيح، وبالرغم من كده بيفضل نيد يحذر كل اهل المدينة وبيشرح لهم ان هم عايشين على ذرة من الغبار وان هم ممكن يموتوا في اي لحظة، وبيطلب نيد من هورتن انه يتكلم مع اهل المدينة علشان يصدقوا كلامه. وقبل ما هورتن يتكلم بيجي النسر فجأة وبيخطف منه زهرة البرسيم وبيهرب، وبسبب اللي حصل ده اهل المدينة ما بيصدقوش كلام نيد وبيتريقوا عليه وبيفهموه ان هو شخص مجنون. وبالرغم من كده بيحاول نيد يفهمهم ان الرياح اللي حصلت فجأة دي بتأكد الكلام اللي هو قاله، ولكن للأسف مفيش حد من اهل المدينة بيهتم بكلامه. اما هورتن فبيفضل يجري ورا النسر لحد ما بيوصل لجبل كبير، وبالرغم من كده بيبدأ هورتن يتسلق الجبل ده، وبعد شوية بيوصل هورتن لقمة الجبل وبينطلق بسرعة ورا النسر وبيفضل ماشي ورا آثار الريش اللي بيقع منه. وبمجرد ما هورتن بيشوف النسر بيتعصب جدا وبيجري وراه بسرعة كبيرة وبيدمر كل حاجة تيجي في طريقه، وكمان بينط لفوق علشان يمسك النسر ولكنه للأسف بيقع على الأرض. وبالرغم من كده بيكمل هورتن طريقه وبينطلق بسرعة وبيروح ورا النسر، وقبل ما هورتن يوصل له بيرمي النسر زهرة البرسيم اللي بتقع وسط حقل كبير جدا من زهور البرسيم. فبيتصدم هورتن لما بيشوف اللي حصل، وساعتها بيفضل النسر يتريق عليه وبيسيبه وبيطير. وفي تاني يوم بيبدأ هورتن يدور على ذرة الغبار وسط الملايين من زهور البرسيم، وبعد مدة بنشوف هورتن اللي بيكون عمل أكوام كبيرة من الزهور اللي دور فيها، وفجأة بتشتد الرياح وبتطير كل الأكوام دي في الهواء. ولحسن الحظ بيقدر هورتن إنه يلاقي زهرة البرسيم اللي موجودة عليها ذرة الغبار، وبينط بسرعة عليها وبيمسكها على آخر لحظة، وبيتكلم هورتن مع نيد علشان يطمن عليه، ولكن للأسف مفيش أي صوت بيخرج من ذرة الغبار. ووقتها بنشوف المدينة اللي بتكون اتدمرت من أثر اللي حصل، ولكن لحسن الحظ ما بيكونش في حد اتأذى من أهل المدينة. وبيروح نيد يتكلم مع هورتن اللي بيفرح جدا بمجرد ما بيسمع صوته، وبيبدأ نيد يعرفه على زوجته وكمان بناته، وبيبدأوا كل أهل المدينة يشكروا هورتن لأنه بيحاول يساعدهم. وبعدها بيكمل هورتن طريقه علشان يروح يحط ذرة الغبار على قمة الجبل، وأثناء ما هو ماشي بتشوفه واحدة من الطيور وهو بيتكلم مع زهرة البرسيم، وبتنطلق علشان تروح تعرف كنجارو وتحكي لها على اللي هي شافته. وبعد شوية بنشوف النسر اللي بيكون رجع لكنجارو واللي بيقول لها ان هو رمى زهرة البرسيم من على الجبل وان مستحيل هورتن يقدر يوصل لها تاني. ولكن فجأة بتيجي واحدة من الطيور وبتعرف كنجارو ان هورتن لسه بيتكلم مع زهرة البرسيم، فبتتعصب كنجارو جدا وبتسيب النسر وبتمشي، وبعدها بتروح تجمع كل الحيوانات اللي في الغابة وبتقول لهم ان هورتن فيل مجنون وانهم لازم يتخلصوا منه ومن افكاره الغريبة قبل ما يدمر الغابة. ولكن وقتها بيقاطعها الفار وبيفكر كل اللي موجودين ان هورتن شخص طيب وان هو ساعد كل واحد فيهم لما احتاجه. وساعتها بتحاول كنجارو انها تخوف الفار اللي بيترعب فعلا وبيجري منها بسرعة. وفي الوقت ده بتشرح كنجارو لكل الحيوانات ان لو هورتن فضل في الغابة هيأثر على عقول اولادهم، وعلشان كده بينطلقوا كلهم علشان يروحوا له. وساعتها بنشوف هورتن اللي بيكون خلاص قرب انه يوصل لقمة الجبل، ولكنه وقتها بيتفاجئ لما بيشوف صديقه الفار وهو جاي عليه، وبيكونوا كل الحيوانات جايين يجروا وراه، فبيترعب هورتن وبيجري بسرعة هو كمان علشان يهرب. ولكن الحيوانات بيقدروا انهم يوصلوا
بيوصلوا له بيحاصروه من كل مكان. وفي الوقت ده بتظهر كنجارو وبتتكلم مع هورتن وبتفهمه ان كل ده ممكن ينتهي وانهم هينسوا كل اللي حصل لو هو قال لهم على الحقيقة، وهي ان مفيش اي كائنات عايشين على ذرة الغبار دي. ولكن هورتن بيكون مصر على كلامه وبيشرح لكل اللي موجودين ان في كائنات صغيرة عايشين في مدينة كاملة على ذرة الغبار دي. فبتتعصب كنجارو وبتطلب من القرود انهم يحبسوا هورتن في القفص وكمان ياخدوا منه زهرة البرسيم ويحطوها في الزيت المغلي. فبيتصدم نيد هو وكل اهل المدينة لما بيسمعوا الكلام ده وبيحاولوا انهم يخرجوا صوت عالي علشان الحيوانات يسمعوهم، ولكن للاسف مفيش حد من الحيوانات بيسمعهم غير هورتن، وده لانه ودنه كبيرة. وبيطلب هورتن من نيد ان هو يخرج صوت اعلى، فبيطلب نيد من كل اهل المدينة انهم يستخدموا الآلات الموسيقية وده علشان يخرجوا صوت اعلى ويسمعوا الحيوانات ويثبتوا لهم ان كلام هورتن حقيقي. وفي الوقت ده بنشوف جوجو اللي بيسيبهم وبيجري بسرعة في اتجاه البيت المهجور، ومن ناحية تانية بيتحدوا القرود مع بعض وبيقيدوا هورتن بالحبال وبيسحبوه علشان يدخلوه جوه القفص. فبيحاول هورتن انه يقاومهم بكل قوة ولكنه للاسف ما بيقدرش، وده لان عدد القرود بيكون كبير جدا وفعلا بيقدروا انهم يحبسوه. ومن ناحية تانية بيستخدموا اهل المدينة الآلات الموسيقية علشان يخرجوا اعلى صوت ممكن. ووقتها بنشوف نيد اللي بينطلق بالمقلاع ناحية البيت المهجور وبيوصل له وبيدخل جواه، وهناك بينبهر نيد لما بيشوف كل الآلات الموسيقية اللي جوجو صنعها بنفسه. وساعتها بيفضل جوجو يستخدم الآلات الموسيقية اللي بتخرج صوت قوي جدا، وبياخد والده وبيفتح سقف البيت اللي بيطلق موجات صوتية عالية جدا بتنتشر في المدينة كلها. وبالرغم من كده ما بتقدرش كل الأصوات دي إنها تخترق طبقة السحب. أما كنجارو فبتروح تاخد زهرة البرسيم من هورتن وبتستعد علشان تحطها في الزيت المغلي. وفي اللحظة دي بيرجع نيد هو وجوجو لوسط المدينة وبياخد جوجو مكبر الصوت وبيطلع على سطح البيت وبيصرخ جوجو بصوت عالي جدا، وساعتها بتتحد موجات الصوت مع بعض وبتقدر إنها تخترق طبقة السحب. ولكن للأسف بترمي كنجارو زهرة البرسيم في الزيت المغلي، وقبل ما الزهرة توصل للزيت بيمسكها رودي على آخر لحظة، وده لأنه بيكون سمع الصوت اللي خارج من ذرة الغبار. وفي الوقت ده بيبدأوا كل اللي موجودين يسمعوا الصوت فعلا، وساعتها بيقرر رودي إنه يسيب والدته وبيرفض إنه يرجع لها من تاني، وبيروح بسرعة لهورتن وبيديله زهرة البرسيم وبيحرره. ووقتها بيكونوا كل الحيوانات فرحانين جدا بهورتن وبيحيوه على شجاعته وإصراره. وبالرغم من كل اللي حصل بيروح هورتن لكنجارو وبيديها بسكوتة، فبتفرح كنجارو وبتقرر إنها تساعده. وبينطلق هورتن هو وكل الحيوانات علشان يروحوا يحطوا ذرة الغبار على قمة الجبل. ومن ناحية تانية بيفرحوا كل أهل المدينة وبيحيوا نيد اللي بيشكرهم وبيحضن ابنه جوجو وبيكون فخور جدا بيه. وأخيرا بيوفي هورتن بوعده وبيحمي كل أهل المدينة، وبيقدر فعلا إنه يوصل بيهم لمكان آمن بعد ما خاض مغامرة خطيرة علشان يحميهم من الخطر. الملخص ده بصوت لميا نجيب، وكتبه ومنتجه باسم أحمد. وما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على قناة تون ستوري على اليوتيوب. وبس كده، سلام.